يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل، يا صباح جديد علينا سعيد يا رب. يا سلام. صباحة النهاردة حسيت كده بريحة ستي وبيت ستي زمان. قلت لا، دايما ايه اللي بيفكرني ببيت ستي؟ الخبيز، ريحة الخبيز اللي كان بيبقى مالية البيت، عندها ريحته حلوة كده، والفرن البلدي. بيت ستي فاطمة الله يرحمها كان كله خير. كان بيت بسيط ودافي. قبل ما نعمل الدقيق لازم نحلله. تحلليه يعني تحطيه كده ايه في المدخل وتغربليه. بنلاقوا رده، بنلاقوا اي حاجه. ده دقيق غله، دي غلتي انا اللي غسلاها وطحنينها. بحط الدقيق ده تقريبا كان كيلو ونص، اقل كمان من كيلو ونص. قلت اما اعمل كده حاجه، انا يعني ايه، مش شاطره قوي زي بنات الفلاحين في العجن، بس نحاول. حاولت وبططت واتعلمت، كلنا نتعلم. جبت شويه دقيق، عليهم شويه ملح وسكر، معلقتين زيت كده، وميه. بحط له زيت بس عشان يبقى ايه يعني ايه، هيشش. ده بقى ايه، عيشي انا. بقى لي 20 سنه بعمله. ما بعرفش اعمل بقى العيش الرح ولا التبطيط كده على المطرحه، يعني انا مش شاطره قوي فيه. فاخترعت عيش بعمله جميل، زي العيش اللي بتشتروه من بره بس حلو. وعجيني، عجينه ما بتعرفوش تلته زي الفلاحين. هم شاطرين بيعملوا العجين حلو، انا بقى بهريه عجن. بهريه بتبقى العجينه الاخر ملبن معايا، واحلى من 100 لت. بفضل وراها كده. اولا بتحسي بطاقه حلوه قوي، بتحسي براحه. العجين يا ولاد بيدي راحه، وبيزيد، وبيدي خير. ساعه ما يخمر كده تحسي ان هو بيتضاعف. يعني شوفوا حبه عجين قد ايه، اقل من كيلو ونص هيطلع لي كام رغيف؟ ده طلع لي 30 رغيف بالظبط. ممكن اكبر ممكن اصغر زي ما انا عايزه. اهو بقطعه كده على مهلي وانا قاعده. طري ازاي، ملبن. انا قعدت في الدخله قلت البيت حار، خليني بقى في الدخله عشان افتكر الجو كله عند ستي. كان لها كده حته زي حوش كده جنب البيت كده، فيها بقى الفرن البلدي. اروح اجي لها من اسكندريه الاقيها بقى قاعده هي والجيران، تبطيط وريحه حلوه، تدي سعاده. قلت بس النهارده عيش، النهارده عيش. وافتكر ريحه ستي. بس بقى اما خمر قطعته، وبعد كده ايه قعدت بالراحه ابطط فيه كده صغنن على قدي. اتعلموا تبططوا، مش عارفين تبططوا العيش الكبير اعملوه صغنن. المهم المحاوله، والعيش ده بيبقى طعم قوي، ما بيجيبش حموضه زي العيش اللي بره. بص اهو، لقيته ده مضايقكم، بططي شويه وحطيه على جنب. بعد شويه هاتيها تاني هتلاقيها اتبططت معاكي بالسهل. كل شويه تسيبيها ترتاح، كل ما تسيبي العجينه ترتاح وبططيها تاني. انا بعمل كذا واحده كده، ابطط حته صغننه واحطها على جنب. بعد كده اشده الاقيه بيتبطط معايا. اهو سهل اهو. انفض من عليه الدقيق، وعندي لوح عيش كده، حاطه عليه بقى ملايه كده بفرشها عليه، وبين الطبقات وبعضها احط الملايه كده، واحط العيش طبقه فوق طبقه. خلص الطبقه دي احط الطبقه التانيه. فرني من زمان بقى ايه، بعمل فيه سمك بريمه، بيبقى متعوص، ما تحطيش العيش عليه كده. عندنا حاجه اسمها بنصلح الفرن، يعني بنضفه. اي قماشه قطن كده او اي حاجه، ببلها ميه في كروانه كده بلاستيك، واحط. بصوا بقى الميه اللي نزلت من الفرن شكلها ايه، كل ده كان هيجي في العيش. شوفوا، هعملها تاني. وبعدين اديت بقى الكروانه لبنتي، مليتها ميه نظيفه وغسلتها لي، وعملتها مرتين كمان. الفرن سخن معايا، يبقى عالي من فوق، وسطنوه من تحت، وعلي بقى من فوق. بصوا بقى المنظر الجميل، احلى لحظه واحلى منظر بحبه. شوفوا الجمال اهو. ممكن بقى ما بتعرفيش تقعدي قدام الفرن، هاتي صينيه مقلوبه على البوتاجاز، حطيها هيعمل كده، وقلبيها على الناحيتين، افضلي اقلبي في الرغيف، هيقب معاكي كده، وتاكلي احلى عيش من بيتك. شوفوا الجمال. كوره بقى عامل زي الكوره اهو. اجمل حاجه، وخفيف وطعم وجميل. كفايه ان في ريحه بتفكرنا كده بجو جميل. شوفوا الجمال بقى. وفي رغيفين بقى انا بططتهم تخين شويه، دول بحبهم بقى. اتخن من دول كده بعملهم طوال، اسمه جبوري. كانت ستي بتعمله لنا ده اهو بقى. ده بيطلع تخين شويه كده وطري. على طول اديته لشروق، حشيته لنا سمنه وسكر عشان افطر بيه، كان اخر خبزه ده بقى. ده بقى بحبه بالسمنه والسكر انا واولادي. كانت ستي تعمله لي وانا صغيره، اروح جنبها عند الفرن تعمل اهو، مع فنجان قهوه عند الجنينه، وفطرت. وبقيه العيش خليته للغدا. متعوده انا مع العيش بقى بعمل تحابيش، اشوي بتنجانه، اشوي بطاطس، نعمل عجه. قلت هغير النهارده. قلبت بقى في الفريزر بتاعي بعد ما اكلت سندوتش ده كده، لقيت ايه، ماسوره. ماسوره من العيد الكبير. طلعتها وعملتها شوربه، عبال ما ايه سلقت البتنجان وحشيته. كانت عامله حته شوربه، إيه الجمال ده.
وطبعا بقى جايلي من العيد الكبير اضحيه مش زي بتاعه الجزار، متشفيه فيها لحمه. خدت اللحمه بتاعتها وعملت عليها باميه جنب البتنجان المخلل وسع. شوف الجمال. تعملي البتنجان تحشي كده، وكل طبقه تعصري عليها ليمون لغايه ما الطبقات تخلص، وبشيله في التلاجة. اعوز اطلع الوحدتين معاهم الليمونه ويلا. ادي الباميه اللي قلتلكوا عليها بحته لحمه كده جبتها من على الماسوره، شفتها من على الماسوره بتاعه العظم، والماسوره عملت شوربه. وانا بقلب في الفريزر لقيت كيس لحمه راس قديم كده عندي برضو من العيد، ما بحبهاش فركناها، بس العيال عايزينها. قلت رحت عاملاها ببصل رخرة ودعكتها ببصله وطماطميه زي الفراخ المشويه، وحطيتها في الفرن طاجن. وقلت استغلي شوربه بقى الماسوره دي، عملت لسان عصفور وحطيتها حمرته وحطيته في الابريمه طواجن، وهدخله الفرن جنب لحمه الراس. ويبقى غدا كده ايه مش تقليدي، وبالعيش خفيف وجميل، احنا في الصيف. وكان ألذ غدا والله. بص اهو مليت الطواجن شوربه، هتغلي اوطلها النار خالص. وهنا كشفت الطاجن بتاع لحمه الراس، كنت عاملاه بورق ألمونيا يحمر اهو. شوفوا الجمال. معانا ده غدانا خيار اهوت، وخيار مخلل انا اللي مخلاه، والعيش هناك ورا كان كله برعايه العيش بتاعنا النهارده. ولحمه الراس اللي كان لحمه راس، واللي كان الباميه، واللي كان لسان عصفور وشوربه وبتنجان. وكانت ألذ حاجه. ويلا بينا على جنينتنا بقى، بعد ما ناكل نروح الجنينه. الرحمن الرحيم. سلام على الفلفل وجمال. ايوه ابو علي. لسه؟ لا ده طيب. خلاص شيله بقى. طيب اهو. نستخدمه بقى اخيرا. اجمع. ايوه اجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. حلو الخير حلو. حتى لو فلفلتين 2. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. محمد جمال. شكرا. ايوه حلوين. حاجه حلوه من خير بلدنا، من خير جنينتنا.